أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، إليكم موضوع تحليل المقادير الجبرية بالمربع الكامل أو تحليل المقدار الجبري بالمربع الكامل. طبعا هذا الموضوع تحت موضوع التحليل بالمتطابقات. أخذنا بالدرس السابق التحليل بالفرق بين المربعين، والآن راح ناخذ التحليل بالمربع الكامل. قبل لا نطب المربع الكامل، طبعا احنا كنا ناخذ موضوع ضرب المقادير الجبرية. كان يجيني مقدار جبري كالآتي كملاحظة، طبعا حتى ما له علاقة بالسؤال. مثلا جاب لي اكس ناقصا واي الكل تربيع، هذا هو شكل المربع الكامل. فجايب لي يقول لي جد ناتج الضرب. هنا طبعا لازم انا اوزع قوسين بهالطريقة هاي، اثنيناتن سالب. هذا يختلف عن الفرق بين مربعين، يعني التربيع للقوس الكلي، يعني حتى الإشارة مربع، يعني الإشارة جاية من سالب في سالب، فتخليها هنا سالب في سالب. هنا طبعا الإكس واي وهنا إكس واي، يعني هذا عبارة عن قوسين تربيع. بمكان كان إكس تربيع مثلا هو عبارة عن إكس في إكس، صار عندي مقدار اللي هو مكون من حدين، واحد في الثاني نفس الإكس، هذا كتقريب المن للمربع. بعدين ترجع توزع انه اكس في اكس حيساوي لي اكس تربيع، واكس في سالب واي حيساوي لي سالب، لان الموجب بالسالب سالب اكس واي. بعدين السالب بالموجب سالب اكس واي ايضا. بعدين سالب بالسالب موجب واي تربيع، لان واي في واي تربيع. عندي هسه هذا سالب هذا سالب، هذني مو نظير جمعي ما ينحذفن، هذني يشبهين نجمع لاشاراتهم الشابهه وانزل احدى الاشارتين، فاقول يساوي اكس تربيع معامل هذا واحد ومعامل هذا واحد، فيصيرون سالب 2 اكس واي زائدا واي تربيع. هذا هو بعد ما حلينا شنو المربع الكامل، وهذا ايضا شكل المربع الكامل. طبعا احنا هذا كله اخذناه بالدرس السابق، لكن كمراجعه سريعه حتى تعرف شنو الفرق. هسه حاليا شو يقول عندي؟ يقول لي تحليل المقدار الجبري بالمربع الكامل، فيجيب لك حدوديه ثلاثيه بهالطريقه هاي، متكونه من 3 حدود. شرطها انه الحد الاول، طبعا خلينا ناخذ هذا المثال الاول ونحل حتى نعرف شنو الفكره بالمربع الكامل. فيجيب لك حدوديه ثلاثيه بالطريقه هاي، يقول لك حدد اي مقدار من المقادير الجبريه يمثل مربعا كاملا ثم حلله. انا اعرف مثل ما حليت قبل شويه انه المربع الكامل لازم الحد الاول يكون تربيع دائما، اللي هو اسميه اي اكس تربيع. راح ناخذ ان شاء الله الحد المفقود بس حتى ندوخ بيه. فالشكل دائما يكون انه اكس تربيع عندي هنا، وهذا ايضا جاي من مربع، يعني هذا الحد اللي هنا جاي ايضا من مربع. يعني مثلا 25 من جاي اجذرها راح تطلع لي 5، فجاي 25 لها جذر تربيعي، والحد الاول ايضا لازم يكون له جذر تربيعي. والحد الوسط هو عباره عن 2 في جذر الاول في جذر الثاني، 2 في جذر الاول في جذر الثاني، يعني هذا الحد الوسط لازم شرط يكون عندي عبارة عن 2 في جذر الأول في جذر الثاني. زين، نجي نحل الحل. عندي اكس تربيع هي جاية من اكس الكل تربيع، اوكي تمام، يعني اكس جذر الاكس تربيع هو اكس. زين، زائد الإشارة تنزل. هذا لازم شرطه يكون جاي من 2 في جذر الأول اللي هو شقد اكس في جذر الثاني اللي هو شقد 5، زائد انزل الزائد، وال 25 هي جايه من 5 تربيع، يعني 5 في 5. زين، هسه اجي اشوف انه حيطلع لي، اقول يساوي، طبعا اشوف حيطلع لي نفس هذا. اذا طلع لي مربع كامل الحد الوسط موجود بهاي العمليه فهو يمثل مربع كامل. الاكس تربيع هو اكس تربيع ينزل، الموجب تنزل، 2 في 5 حيساوي لي 10 والاكس تنزل، زائد 5 في 5 25. هذا مرجع لنفس هذا. إذا رجع إذا هذا يمثل مربع كامل. ما طول يمثل مربع كامل ثم حلله، شو أقول؟ التحليل مالته راح يصير قوسين، الإشارة هناش عندي موجبة. أول إشارة انتبه عليها، إشارة الوسط هي المهمة. إذا كانت سالبة فيصير الإشارة هنا سالبة. الأول جذر شقد إكس، والأخير جذر الثاني شقد، الثالث عفوا شقد 5، واخلي القوس كله شنو؟ تربيع. هسه هذا تحلل، يعني صارت الشغله عكسيه على اليمن بعمليه ضرب المقادير الجبريه. شلون ضرب المقادير الجبريه؟ نفتحهن وارجعهن هيك. هسه لا، نعطيني اياها هيك ارجع احللهن اخليه يصيرن بهالطريقه هاي.
وطبعا هذا يمثل مربع كامل لأن الحد الوسط موجود، فهذا يمثل مربعا كاملا. هسه اجي على هذا السؤال الثاني. طبعا تحاول ورقة وقلم تحله قبل لا اني اكمل الحل، او توقف الفيديو وتحل قبل لا اكمل. هذا المقدار الثاني عندي اول واحد هو مربع. ليش؟ لان 9 جاي من 3 في 3، فمن اجذرها تبقى 3 فقط. والثاني هذا هو جاي من جذر 3 في جذر 3، هذا جاي من جذر 3 في جذر 3. زين. طبعا مثل ما اخذناها بالفرق بين المربعين بالدرس السابق، ارجع لها حتى تفهم شنو الفكرة انه جاي العدد جاي من جذر في جذر. وكفكرة بسيطة اعطيك اياها كملاحظة، انا عندي جذر A في جذر A يساوي لي A بدون جذر، فاذا حللت ال A هو عبارة عن جذر A في جذر A. مكان ال A عندي هنا شنو؟ 3. فمن اجي احل هذا اقول الحل الاول جاي من 3H الكل تربيع، 3H الكل تربيع سالب، هذا شرط انه يجي من 2 في الجذر الاول اللي هو 3H الجذر الثاني، الجذر الثاني اللي هو شقد جذر 3، يعني ما له جذر 3 هو ابسط صورة. بعد عندي شنو؟ موجب، هنا انزل موجب. الثلاثة هذه جاية من جذر جاية من 3 من جذر 3 عفوا جذر 3 الكل شنو؟ تربيع. واقول يساوي، طبعا هذا راح ارجع على اصل 3 في 3 يصير عندي 9H تربيع سالب 2 في 3 6 جذر 3H 6 جذر 3H هذا حد الوسط، زائد جذر 3 في جذر 3 يبقى لي 3 فقط. هذا يشبه هذا؟ طبعا لا. ليش؟ لان بإضافة إلى جذر 3، وهناك جذر 3 لا تمثل، يعني هذا لا يمثل لي مربع كامل، هذا لا يمثل لي مربع كامل، لازم يكون بهالطريقة حتى يمثل لي مربع كامل. إذن لا يمثل مربعا كاملا. يا ويا يمثل هذا اللي نعطيني اياه بالسؤال، مو هذا اللي طلع ثاني، لا، لازم شرط اكو جذر 3 هنا بالنص ويا هذا العدد الوسط حتى اقول مربعا كامل. هذا بالنسبة إلى المقادير الجبرية اللي تمثل مربعا كاملا. إن شاء الله بالفيديو القادم راح أشرح لكم قانون إيجاد الحد المفقود أو قانون حد الوسط، وأيضا أفصل لك كل اللي مطلوب منك حتى تفهم الحد المفقود.